فيديو النهارده فيديو جميل جدا يا بنات، فيديو تحفيزي كده ونشاط وحركة بقى من الدرجة الأولى. وأول حاجة ما تجهديش نفسك في الشغل، يعني النهارده عملت حاجة غسيل بقى مع عمايل غدا مع تنظيف بلكونة مع ترويق أوضة النوم، كده بكفاية النهارده. باقي الشقة هتسيبيه مزبلة يعني يا مال؟ لا، الترويق يا بنات اللي هو على الماشي. نظمي بس الحاجة، لو قادرة ان انت تشفطي بالمكنسة الكهربية شفطي، مش قادرة سيبيه لتاني يوم. كده كده شغلي المكنسة الكهربية لباقي الشقة. أول ما نبدأ الكلام نقول اللهم صل وسلم وزيد وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. حبيبة قلبي، أول مرة تشوفي قناتي يلا خشي دلوقتي خدي لك جولة بسيطة. عجبتك الاشتراك ضغط على كلمة الكل يوصلك مني كل إشعار فيديو أنا بنزله. وطبعا اللايك يا بنات، حتى لو ما عجبكيش القناة حط اللايك قبل ما تخرجي من الفيديو. مش هيخسرك أي حاجة، بس بجد بجد أنا محتاجة اللايك بس عشان خاطر يرفع معايا الفيديو. وطبعا تشرفني وجودك لو انت هتشتركي في القناه. يلا بقى النهارده شايفين البلكونه يا بنات، بقى النهارده الميه والرغاوه، وبعدين احنا خلاص دخلنا بقى في الصيف. يعني الصيف حابب اصلا البلبطه، يعني الميه والصابون بالكلام ده كله بتخليكي منتعشه كده، وبخلي يومك زي ما تكوني ايه، في مصيف. فانا طلعت بقى يا بنات شغلت الغساله، بصراحه كنت مصوره وانا مش شغاله الغساله، والله الفقره مش عارفه انا مسحت ولا عملت ايه، المهم التليفون كان فاصل. فبعد ما شغلت الغسالة قلت نطلع نغسل البلكونة ونمسحها كده وننضف برضو الشيش بتاعها وننزل التراب، عشان خاطر لما نطلع نغسل ننشر الغسيل يكون الجو معايا رايق كده ونضيف والدنيا هادية معايا. زي ما انتوا شايفين اهو. مسكت الاول يا بنات كنست البلكونة من كل التراب اللي كان فيها، وبعد كده يعني كنستها دورين تمام، وجبت ميه من غير مسحوق من غير اي حاجه كبيتها فيها الاول لان كانت مطربه والمكنسه مش راضيه تطلع التراب اللي لازق في البلاط. فالمهم لما كبيت الميه بقى نضفت معايا شويه، وبعد كده جبت اريال بقى اي مسحوق عندك بريل بتاع المواعين وحطيته بقى في الجردل كلوريكس للالوان، بس اهم حاجه تكون حاجه ريحتها حلوه كده عشان خاطر تنعش معاكي الدنيا يعني. وكبيت بقى الجردل كده في البلكونه برضو، خدت الشيش معايا بنات نزلت كل التراب اللي كان فيه. طول ما ايدك في الحاجه هو هتيجي ان شاء الله باذن الله. تنظيفات العيد الكبير خلاص هلت ان شاء الله باذن الله، كلها شهر واحد ونبداوا تنظيفات، وهتسهل معانا لما نيجي بقى ننضف. يلا بقى هما ونشاط يا بنات، انا شاركت معاكم الفيديو ده بس عشان خاطر كلنا نتشجع مع بعض، وزي ما قلت لكم والله انتوا كمان بتشجعوني، يعني انتوا كمان والله العظيم ربنا بيجازيكم خير الجزاء عني. يعني انت ايمان مش بتنضفي من غير التصوير، بننضف يا بنات بس انتوا بتحفزوني وبتشجعوني. حتى الواحد مكسل يقول لي ما نقوم نشوف شغل، ما نقوم نشجع البنات، ما نقوم هم يطمنوا عليا وانا كمان نطمن عليهم. لان والله العظيم يا بنات بجد كومنتاتكم بتسعدني جدا. بنحس فعلا لان يعني في وصل، حالة وصل ما بيني وبينكم، فاهمين قصدي؟ يعني مش منقطعين عن بعض. أنا لما نتأخر شوية عن الفيديوهات بنزعل جدا وبنحبط جدا، وبعدين كمان بنبقى خلاص بقى اتعودت على الكسل عشان اني قاعدة. فربنا يا رب كده يدينا الصحة ويدينا القوة ويبعدنا عن الكسل. أهم حاجة يا بنات عشان تبعدي عن الكسل وتبقي واخدة يومك بصح، تصحي بدري. الصحيان بدري ده يا بنات إنجاز إنجاز بصراحة. فعلا الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قال بارك الله في بكوركم. فعلا البركة بتبقى في البكور أو في الصبح، ديت الساعة بس بتاعت الصبح بطول اليوم. احنا لو أنا في يوم لو صحيت متأخر اليوم بتاعي مش بيقضيني شغل، وبنحس ان انا ما انجزتش وبنحس ان انا ما عملتش اي حاجة. بالعكس بقى لو انا صحيت بدري. وكمان حاجة يا بنات، انا يعني من النوع اللي هو لو انا هنعمل مثلا غدا يعني ايه لما لعيلتي او لما الولاد والكلام ده كله، يعني غدا ازاي، يعني ممكن نعمل غدا مكلف شوية، فاهمين قصدي؟ ما تبقاش حاجة حدودية والكلام ده كلته. بصراحة بنبقى يعني ايه بننضف قبلها بيوم عشان نحاول تاني يوم يا بنات اليوم يكون ماشي صح. يعني ايه، اصل انت مهما تحاولي في بيتك مش هتدي 10 على 10 في كل حاجة، لازم في تقصير في ناحية في جنب اي حاجة او اتجاه اي حاجة. مش هتقولي لي انت هتغيبي طول النهار واقفة في مطبخك وتعملي اكلة كويسة كده، خلي يوم في الاسبوع اللي انت بتعملي فيه مثلا اكلة مميزة وتلمي ولادك ويبقى جوزك موجود والكلام ده كلته، يوم مخصص يعني. وتقولي لي اللي انا هننضف ونمسح ونكنس ونصب والكلام ده كله، ابدا لا. لازما في حاجه بتبقى ايه، مش مدياها يعني كمالياتها بمعنى اصح. فعشان كده انا بنحاول بقى في اليوم يا بنات اللي انا بنبقى فيه تاني يوم هنعمل غدا نبقى منضفه ومسحه ومروقه سراير والكلام ده كله، ومطبخي يكون على قد ما نقدر بيت يكون رايق كده، بحيث لو أنا إن شاء الله بإذن الله أول ما نصحى بس هنرتب سراير. لو المكنسة مثلا الكهربا عايزة نشغلها هنشغلها، مش هنشغلها مش ضروري، عشان خاطر زي ما قلت لك صحتك والله العظيم، صحتك صحتك صحتك. وأنا بقول لكم أهو يا بنات، الصحة لا تعوض ولا تقدر بمال ولا تقدر بمال. وأنا اتكلمت في الفيديوهات اللي فاتت، يا رب يا بنات الكلام ده يكون فعلا خرجكم من اللي انتوا فيه أو من أي حال انتوا فيه. تصدقوا بالله أنا لما بنبقى زهقانة بنخش نسمع الفيديو بتاعي تاني،
فاهمين؟ بيدّيني طاقة، والله العظيم بجد يا بنات. يعني أنا مخلّية الفيديو بتاع اللي هو الاكتئاب ده، أنا عن نفسي لمّا نبقى زهقانة بنخش نسمعه عشان أنا كمان بناخد طاقة من الكلام ده كلّته. يعني شوف أنا كمان بنتعلم من اللي أنا بنقوله، مش قصدي بقى إن أنا نعلّمكم أو الكلام ده كلّته، إحنا كلّنا مبتليين في الدنيا، ما فيش حد كامل، اللي تلاقي عنده صحة فاهمين؟ يعني ما فيش حاجة 10 على 10 لا إما مال، لا إما صحة، لا إما ولاد، لا إما رزق، لا إما أي حاجة ربنا بيبقى مبتلينا فيها، فإحنا أقل حاجة عندنا نحمد ربنا فيها، أهم حاجة يا بنات الصحة دي لا تُقدّر بمال. الدنيا يعني ممكن يكون ناس معاهم ملايين الدنيا ومحرومين من صحتهم، ما تسواش حاجة المال ده كل اللي عندهم في سبيل بس كده سعادة أو راحة جسد بيبقوا قاعدين فيه. تاني حاجة اللي انحرم من الولاد من نعمة وفضل من عند ربنا، النعمة اللي إحنا ربنا عطاها لنا، وربنا يعطي كل محروم ويجازي كل بني آدم خير في حياته على اللي هو بيشوفه، والله العظيم بجد يا بنات الدنيا ديّة ابتلاءات، إحنا ماشيين فيها مرحلة بنأدي رسالة فيها، وبعد كده ماشيين ومروّحين. فعشان كده باقول لكم في الأول وفي الآخر ما فيش حاجة تستاهل في الدنيا اللي أنتِ تزعلي عليها أو اللي أنتِ تشيلي منها. سلميها لله. يالّا بقى خلّصت يا بنات تنضيف البلكونة، وبعد كده مسحتها وبُصّي وحطيت المَيّة بقى والصابون ونشّفتها وكل حاجة، وطلعت بالغسيل بتاعي نشرته، وجيت دلوقتي بقى عشان خاطر نعمل الغدا بتاعي. هنعمل غدا إيه، ديّة صينية بقى جوانح كده يا بنات بالبطاطس تحفة. أنا بصراحة بنعشقها والولاد كمان بيحبوها. وساعات بقى يا بنات بنعملها زي الفيجيتار كده فاهمين، بنجيب لها بقى بنتبّلها يعني ونحطها بقى في الفيجيتار ونقليها. والله العظيم يا بنات بتبقى تحفة، تحفة، بس بنسلقها نُص سليق ونكمّل طيابها في الزيت فاهمين، بتبقى crispy كده وجميلة. المهم يا بنات أنا عملت بقى الغدا النهارده قبل ما نخش ننضّف أوضة النوم، كل اللي أنا عملته النهارده قُلت إن أنا أحط الغدا بتاعي كده على البوتاجاز بتاعي، بحيث أول ما نخلّص وكل حاجة الواحد بيبقى خلاص همدان وتعبان وبطلان وعايزة ننام، فطبعًا هنقصّر في ناحية الغدا، فأنا كنت مطلّعة بقى الجوانيح كنت حاطاها في الدقيق بتاعي بالخل بالملح، ما فيش خل مش مشكلة، هو الدقيق بالملح وخلاص فقط لا غير، وهنسيبها بقى في مَيّتها وخلاص. هنقطّع بس كده البطاطس بتاعتي ونحط صينية البطاطس زي ما قُلت لكم بالجوانيح ونحط جنبها شوية رُز أبيض زي نظام رُز اللي هو المعمّر، بس هنعمله كده على البوتاجاز من غير بقى ما نحطه في فرن ولا أي حاجة يا بنات، وبتبقى أكلة والله العظيم إحنا فضلنا ناكله فيها يومين أنا والولاد، يعني صينية الجوانح ديّة بالبطاطس أكلنا فيها يومين، غدّتنا يومين. مش عارفة كيلو الجوانح دلوقتي جوزي بكيلو والّا ب40 لا ب50 حاجة زي كده يعني، ربنا كنت بنجيب كيلو الجوانح دي كنا بنجيبوه ب10 جنيه، 15 جنيه كنا. ومش عارفة أنا بيتهيأ لي كمان كل ما نقول قدّام حد ده باجيبه ب40 جنيه والّا 50 جنيه بيقولوا ده رخيص جدًا، مش عارفة بقى لإن إيه الجوانح يا بنات بتبقى مقطوعة كده من عند الحتة بتاعة الكتف، بتبقى فيها لحم يعني كويس، فبتبقى جميلة جدًا خصوصًا للأطفال. أنا بصراحة مش بنعملها وجوزي موجود، لإن جوزي مش بيحبها قد كده، فالحاجات اللي هي الخفيفة ديّة أول حاجة مش مكلفة، وتاني حاجة اقتصادية، وتالت حاجة إن موفّرة في الوقت فاهمين، يعني أنا جهّزتها كده وحطيت جنبها شوية رُز أبيض وخلاص، أمّا بقى لمّا يبقى جوزي موجود لأ، مش بنعمل الحاجات دي خالص، أنا بنعمل بقى حاجات تانية خالص، طبعًا بنشارك معاكم الفيديوهات يا بنات، بس كل واحدة زوجة كده بتبقى عارفة بقى إيه اللي بيحبه ولادها وإيه اللي ما بيحبوش جوزها، يعني مش جوزِك جاي لِك يومين أو الكلام ده كلّته هتأكّليه الحاجة اللي هو مش بيحبها، فأنا بقى بنقتصد يعني الحاجات ديّة الأكلات ديّة بنبقى مخلّياها جنبي كده في الفريزر، في أي يوم بقى نكون زي ما شُفتوني كده النهارده والله اشتغلت كتير يا بنات برضه، يعني ما تفكّروش اللي أنا الفيديو أهوّة عمل إزاي، فيوم بقى الحمد لله يالّا شاركت بقى معاكم النهارده الغدا بتاعي، بس بصراحة ما جبتش بقى الغدا، أنا جبت لكم بس التصوير بتاعه، بس لمّا جيت نحط الغدا بقى ما جبتوش، يعني كنت بطلانة يا بنات وتعبانة وخلاص، والولاد كانوا جعانين، دخلت غرفت لهم بس في أطباق كده وقعدتهم، قعدت أنا بقى أكلتهم، وبعد هُم ما أكلوا قعدت أنا بقى إيه اتغديت كده أقول لكم إيه بعد ما ريحت كمان ونمت شوية كده قُمت بقى أكلت، لإن بصراحة أنا الأيام ديّة يعني أنا بعد ما نزلت شوية في الوزن حاسة إن وزني بيزيد تاني ليه؟ بسبب اللي أنا بناكل متأخر يا بنات، أنا بصراحة عاملة معدل لنفسي نمشي عليه، بيجيب نتيجة هايلة جدًا في جسمي، لو أنا ما أكلتش من بعد الساعة 20:00 بالضبط طول الليل، حتى لو قُمت بالليل ونبقى نايمة جعانة ما نرضاش ناكل، فبنحس إن وزني بيقل، أول بقى ما نتّبه مثلًا إن أنا نصحى ما نفطرش أو ناكل متأخر أو نبقى بالليل جعانة كده نقوم ناكل أي حاجة، فبنحس وننام نقوم اللي أنا زايدة نُص كيلو، والله العظيم بجد يا بنات بنلاحظ زيادة في وزني بطريقة فظيعة، أنا من النوع اللي أقل لقمة أو أقل حاجة ناكلها بتبان على جسمي، يعني في ناس بيقولوا إن إحنا بناكله كتير ومش عارفين إيه وجسمنا زي ما هو مش بيزيد، لأ أنا مش كده خالص، أنا لو كلت بُصّوا أنا أساسًا أكلتي ضعيفة، يعني أنا مش في الأكل هاقول لكم بقى مفترية والكلام ده كلّه والله العظيم أبدًا، أكلتي ضعيفة جدًا، بس اللي بيزوّد جسمي اللي أنا بناكل ساعات متأخر بالليل، ساعات بنجوع يعني ممكن غدايا دي يبقى بعد المغرب.
او مثلا خلاص نبقى على الساعه 10 كده بنجوع، نعمل لي اي سندوتش، ممكن ناكل لي حاجه كده شوكولاتايه بتاع الكلام ده كله بقى بيضرب في جسمي خالص. وكمان الايام دي بقى الكحك يا بنات والبسكوت بتاع العيد والكلام ده كله يعني ايه شغال عليه انا الله ينور يعني. طبعا جوزي مش موجود زي ما قلت لكم بقى في الشغل، فبنستسهل بقى نقوم كده نعمل له كوبايه شاي بلبن، نحط كحكتين بسكوتين وخلاص ده فطاري. وساعات برضه نبقى جعانه بالليل نعمل برضه كوبايه الشاي بكوبايه اللبن، نحط ايه طبق كده ايه نقعد ناكل فيه. فده بقى برضه اللي بيزود جسمي معايا يعني. بس انا عملته خلاص يا بنات، يعني انا هنرميه ولادي هقول لكم ايه احباط من ناحيه الاكل. مش هقول لكم بقى يحطوا طبق الكحك كده ويقعدوا قدام التلفزيون ويتسلوا زي ما بنشوف اطفال كتير، ابدا خالص مفيش الكلام ده خالص. فربنا بقى يبارك لنا فيهم ويخليهم لنا ويجعلهم ان شاء الله باذن الله ذريه صالحه كده. يا بنات انا بنفصل الفيديو ده هقول لكم ايه، احمد ابني النهارده بص مغلبني، ربنا يهديه ويصلح حاله والله العظيم. انا قلت النهارده فيديو بقى فضفاضه كده مع بعض، تشجيع مع بعض، نشاط مع بعض. وطمنين عليكي برضه دلوقتي يا ساره، وادعوا لساره يا بنات ربنا يفك كربها ان شاء الله باذن الله كده ويفرحها ويملأ قلبها كده بالسكينه والاطمئنان ان شاء الله باذن الله. ما تزعليش يا ساره زي ما قلت لك يا حبيبه قلبي، والله العظيم هي حاله بتمر علينا كلنا. مهما كانت الظروف صعبه عليكي او علينا او كلنا، دي حياه زي ما قلت لك وهنكملها وهنعيشها باذن الله وباراده ربنا. بس اهم حاجه نعيشها واحنا مبسوطين ومرتاحين وسالكين وراضيين، عشان خاطر ما تعيشي يعني مش مستاهل ان انت تعيشي مثلا في نكد او اكتئاب او زهق او الكلام ده كله. ماشي انا عارفه اللي ساعات بتبقى غصب عنك ومش بارادتك والكلام ده كله، بس استعيني بالله زي ما قلت لك واذكري ربنا دايما. واول ما تحسي ان انت زهقانه افتكري ان ربنا شايفك ومطلع عليك ان شاء الله واقف جنبك، وهو حاسس بيكي وادرى بيكي من اي حد في الدنيا. وربنا ان شاء الله باذن الله يجعل لك الخير والسعاده في الدنيا ان شاء الله باذن الله يا حبيبتي، ويبارك لك في صحتك ويبارك لك في عمرك. وانتوا كلكم يا بنات والله العظيم واحده واحده واسم. بس هي ساره بس اللي كتبت لي امبارح في الكومنت اللي يعني بتقول لي ادعي لي يا ايمان والكلام ده كله، فادعوا لها يا بنات ربنا يفك كربها وكربنا وكرب المسلمين امين يا رب العالمين. خلاص كده يا بنات، طبعا انا في الوقت ده كنت زي ما قلت لكم حطيت الغدا خلاص على البوتاجاز عشان خاطر اول ما نخلص نحط كده نغدي الولاد، وبعد كده بقى نريح ونشوف انا برضو نفسي ونشوف حياتي ونشوف ولادي فاهمين. يعني مش كل يوم بقى تنظيف او مش كل اليوم زي ما انتم شايفين كده. اي نعم دي حياة واحنا ماشيين يعني روتين يومي، كل يوم بتعملي كده، كل يوم بتنظفي. ونعدى يوم يا بنات ما نظفتيش تحسي ان انت اصلا عايشه في خراب، والله العظيم بجد تحسي ان انت مش موجوده اصلا في البيت، تحسي ان انت مش بتعملي حاجه خالص انت فاهمه. فالحمد لله الحمد لله يلا قضيت معاكم اليوم النهارده وجبت كده اللي يعتبر اليوم من اول النهار لاخر النهار، او مش لاخر النهار يعني لغايه كده ما اتغدينا ان شاء الله باذن الله. وقلت ان انا اتحفز بيكم ونتشجع بيكم وادعوا لي برضه ان انا نفضل مستمره معاكم كده ان شاء الله باذن الله بتنزيل الفيديوهات على طول، لان انا بيجيلي حماس كده كذا يوم ورا بعض وفجاه نبص نلاقي نفسي قطعت. وطبعا ده غلط جدا على شغلي يا بنات، لان القناه دي شغل يا بنات فاهمين. اي نعم انا بنضف بيتي بس شغل، لان اليوتيوب مش بيرحم اللي انت في يوم من الايام سيبتي قناتك كده خلاص. مش هو عاوز شغل على طول انت فاهمين، عايزين عايز استمرارية برضو على القناة، مش عايز تشتغلي يوم وتقعدي 10. الكلام ده غلط جدا. بس طبعا بيبقى فيه حاجات غصب عنك واعذار برضو بيتك زي بيتي الكلام ده كله. فان شاء الله باذن الله كده ربنا يقدرني ان أنا نفضل مستمره معاكم بتنزيل الفيديوهات وبتاع كلامكم الجميل وتعليقاتكم برضو المميزه يا بنات. والله العظيم ربنا يخليكم ليا وما يحرمني منكم ابدا ابدا، لان انتوا بجد بجد والله بتحفزوني وبتشجعوني ان انا انزل لكم كل جديد معايا وبنتنشط بيكم انتوا كمان ان شاء الله يا بنات. يا رب بس كده يكون فيديوهاتي بتنشطكم وبتحفزكم، مش تكونوا بتسمعوا خلاص تأدية وقت والكلام ده كله. لا يا بنات بالله عليكم انا عايزاكم كده فعلا فعلا تكتبوا لي في الكومنت تقولوا فعلا يا ايمان احنا بنتشجعك بروتيناتك وتشجيعك لينا ان شاء الله باذن الله. يجعله في ميزان حسناتكم عشان انتوا طبعا بتستنوا وبتسمعوني، ويجعله انا كمان في ميزان حسناتي عشان طبعا بناخد من وقتي يا بنات والله ومن جهدي ومن بيتي والكلام ده كله. بس مش خسارة فيكم اي حاجة، اهم حاجة ان انا بنبقى مطمنة بيكم ومطمنة عليكم واللي انتوا موجودين معايا والكلام ده كله. ربنا ما يحرمني منكم ابدا ابدا، ويجعلكم دايما في الخير ويجعلكم دايما في التقدم يا بنات، ويجبر خاطركم كده ويجعل السعادة في بيوتكم. انا النهارده ما كنتش عايزه نطول الفيديو كده بس غصب عني، لان يعني طول الفيديو اول حاجه الواحد بيفضل من الكلام مبيبقاش لاقي كلام نتكلم فيه لو ما فيش موضوع يعني يفتحه في الفيديو. تاني حاجه برضه عشان وقتكم والله انا حاولت نقصر باقصى جهد عندي، وده اقصى جهد عندي اللي انا عملت بيه، فمعذوروني طبعا وما تزعلوش مني ان انا طولت عليكم الفيديو النهارده. اتمنى بس ان انتوا تكونوا اتشجعتوا وكمان انا متشجعه بيكم زي ما قلت لكم بقى. وخلاص كده هو فاضل بس هنفرش بقى الاوضه والولاد طبعا بصي انا منزلاهم تحت عشان خاطر ان منتج لكم الفيديو 5 دقايق وبصيت لقيتهم طالعين تاني. فمعلش بقى يا بنات هم طبعا يعني اولاد اختكم فاهمين، فانتوا هتعذروني بقى من اللي انتوا هتسمعوه دلوقتي. ربنا بس يصلح حالهم كده ويهديهم وما يعملوش اي مشكله على اثناء فاضل بالظبط معايا 3 دقايق في الفيديو.
عشان نختمه معاكم يعني. بص يا بنات، انا اقول لك على حاجه قبل الختام كده. اضحكي للدنيا عشان الدنيا تضحك لك. تفائلي تفائلي بالخير تجديه. ما تخليش اي حاجه تعكنن حياتك ولا حاجه تزعلك. وبصي، بص يا بنات، انت لو بصيتي للحياه، الحياه دي لحظه لحظه. تفائلي بالخير تجديه زي ما قلت لك قبل كده. ويلا بقى قومي دلوقتي اتنشطي. لو انت لسه بتتفرجي على الفيديو الصبح، انا بنتمنى ان ننزل لكم الفيديوهات دي الصبح، بس بصراحه مش بنلاقي تفاعل على القناه. لان احنا كأمهات بنبقى الصبح يا بنات مشغولين بقى في الترتيب، في التنظيف، في الاكلات، في الولاد، في الكلام ده كله. هي الساعه الوحيده اللي الواحد بيعمل شويه مع نفسه بعد ما يصلي العشاء كده. والله العظيم برضو ما بنبقى فاضيين يعني. بنبقى ننزل لكم الفيديو، او بعد الفيديو ما يحمل وخلاص ننزل على الصوره المصغره وننزله. ويبقوا العيال بصوا قاعدين جنبي، عايزه نذاكر لهم، عاوزه نغير لهم، المطبخ بيبقى مدربك جوه برضه، عاوزه نخش نغسل المواعين، الكلام ده كله. فربنا يقوينا ويعيننا. انا بقول لكم الحياه اللي كلنا بنعيشوها يا بنات. انا ممكن اتظاهر لكم او نقول لكم كلام مش بيحصل، بس والله ده اللي بيحصل في كل بيت. مفيش بيت، هقول لك ايه، المواعين ديت في المطبخ بتولد، المطبخ بيولد مواعين. يعني انت خلاص تبقي منضفه الحوض ومخلصه كل حاجه وخلاص هتحطي الغدا، اول ما تحطي الغدا تبص وراك تلاقي الدنيا تضرب تقلب. لو قعدتي بس 5 دقايق خلاص كده تكسلي وما تخشيش مطبخك تاني. فبالانجاز بقى بعد الغدا كده بنخش على طول نغسل المواعين ونشطفها ونحطها، ونبقى الحمد لله. يعني لو حبينا بقى ناكل حاجه فاكهه، كوبايه عصير بتاع، الولاد جابوا طبق تاني، الكلام ده كله. اطباق بتبقى بسيطه، غسلتها بالليل، غسلتها ما غسلتهاش، يبقى الصبح كده اول ما نصحى قبل ما نحط لهم الفطار نكون غسلاها. النهارده بقى يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون نشطكم ويكون شجعكم وما يكونش اللي انا طولت عليكم. بنتمنى ان الفيديوهات ما تكونش طويله، بس الروتين يا بنات يعني ايه، لازم التحفيز بس والنشاط يعني. ما تزعلوش مني بس ان كنت طولت عليكم الفيديو. وخلاص خلصت الحمد لله. وانا كمان خلصت الفيديو ده على ما انتجه لكم. طلع روحي طلع عيني، انا كل شويه اقول لكم طلع روحي طلع عيني. خبر ايه، من انت داخله تدينا طاقه ايجابيه ولا طاقه سلبيه؟ بس نعمل ايه يا بنات والله العظيم، عشان خاطر بس ان انا انزل الفيديو. فانا بقول لكم كل الاحداث نفسي نقعد كده ساعه واحده كده لما نيجي نمنتج الفيديو من غير ما حد يفصل عني اللي انا بقوله والكلام ده كلته. بس الحمد لله انا دلوقتي دخلت الاوضه عشان خاطر امنتج لكم الفيديو قبل الاستاذ ما يجي دلوقتي، اللي هو احمد ابن الصغير. يعني ربنا يا رب يهديهم ويصلح حالهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.